أهلا بيك يا صديقي. قبل ما أبدأ الفيلم يا ريت تشترك في القناة. عايزين نوصل 1000 أخ وأخت بسرعة. يلا ركز معايا واسمع القصة للنهاية وأتمنى إنها تعجبك. أنت لسه ما اشتركتش؟ اشترك، مستني إيه؟ فيلمنا النهاردة رعب مخيف. لو قلبك ضعيف اخرج من الفيلم. حاجة تانية في القناة وأكيد في فيديوهات هتعجبك. بيبدأ الفيلم بدكتور في المشرحة، ولما بيكون المهرج كان ضرب الدكتور، وكان بيحاول الدكتور يتصل بالطوارئ بس طبعا ما قدرش، والمهرج راح كسر دماغه وخرج عينه وحطها مكان عينه كانت بايظة، وخرج وراح المغسلة. وكان في واحد نايم هناك هدومه تتغسل وقعد مستنيها، وفي الوقت ده كان في بنت لابسة نفس لبسه بالظبط وجت عنده وقعدت تلعب معاه. بس لما الراجل اللي نايم صحي بص على المهرج شافه انه لوحده وبيلعب مع الهوا. بيخلص المهرج هدومه وبيلبس وبينظف الأرض وراه، وبنخرج وبنشوف إنه خلص على الراجل اللي كان نايم. وبنشوف بنت اسمها سينا كانت بتجهز لبسها بتاع احتفال الهالوين، وبتكون عايشة مع أخوها الصغير جون وأمها في نفس البيت. وعلى العشاء بيتكلموا على اللبس اللي بيلبسه أخوها، وبيكون إنه هيلبس لبس المهرج، بس أخته بترفض. وتعرف أمها إن هو الشخص ده قتل 9 أشخاص السنة اللي فاتت. أمها طبعا أول مرة بتسمع بالكلام ده وبترفض إنه يلبس حاجة زي كده. الولد بيكون مجهز اللبس ومعلقه في الأوضة عنده، وبالليل بيروح جون عند أخته وبيسألها هو المهرج ده لسه موجود أصلا. بيقول لها إن جثته اختفت. ردت عليه أنت مالك مركز معاها أوي كده؟ قال لها مش ممكن يرجع تاني. رد عليه اخته بتقول له ايوه انت عشان كده هتلبس اللبس بتاعه عشان لما يشوفك ما يعملكش حاجه. راح الولد سايبها ومشي. في المكان ده بيكون بيعملوا اعلان عن لبس المهرج علشان الهالوين، وبتكون سينا معاهم في الاعلان، وبيدوهم المهرج كل واحد هديه، وبيدي لسينا هديتها اللي بتكون مرعبه. بتاخد منه الهديه وبتكون مرعوبه انها هي تفتحها، وبتفتح الهديه وبتكون فيها قلب بشري بينبض. وبيخرج المهرج سلاحه وبيقتل كل الموجودين، وبيروح على الست اللي بتعزف وبيولع فيها، وبتكون سينا لسه عايشة بس بيشوفها وبيقرب عليها وكان لسه هيحرقها. فبتصحى من النوم وبتلاقي اللبس بتاعها بيولع بسبب الشموع اللي نسيتها مولعة. وأمها بعد ما طفت الحريقة بدأت تزعق لها وقالت لها أنت إزاي تسيب الشموع مولعة وتنامي؟ بس سينا قالت لها أنا ما عملتش كده ومش عارفة مين اللي عملها. وبعد ما نشوف المهرج وهو بيجهز أسلحته والمعدات، وبتكون برضو البنت معاه وبتتفرج على التلفزيون على الفيديو الناجية الوحيدة من مذبحة المهرج السنة اللي فاتت. ولما المذيعة بتقول لها إن المهرج مات بيجي على طول وبيكسر التلفزيون. وفي المدرسة جون بيكون ماشي وبيشوف المهرج والبنت قاعدين على الأرض، الحيوان ميت، والمهرج كان بيشوف جون وبيرمي عليه الحيوانات وقتها وبيخاف وبيطلع يجري بسرعة من المكان. وبتشوفه مدرسة وبتروح علشان تشوف هو بيجري من إيه، وبتشوف الحيوان الميت مرمى على الأرض. وبتروح سينا تشتري جناحات لللبس بتاعها بدل اللي اتحرقت. وصاحبتها كانت معاها وخرجت تتكلم في التليفون، وقتها بتخبط في المهرج اللي بيبص لها وبيضحك. هي بتعتذر له وبتخرج تتكلم بره، وهو بيدخل جوه المحل وسينا بتشوفه لكن بتعدي من جنبه وبتروح تحاسب، بس بتكون نسيت شنطتها في الدور اللي تحت. بس المهرب بيرجع لها تاني وبيروح يقف يشتري نضارة وبيعمل إزعاج. وقتها صاحب المحل بيخليه يسكت. صاحب المحل بيقول لسينا إنه هيروح يجيب لها أكياس كبيرة من المخزن وبيسيبها ويمشي. والمهرب بيقرب منها وبيبدأ يضايقها وهي كانت مرعوبة جدا، بس صاحب المحل بيرجع بيزعق له تاني وبتاخد حاجتها وبتمشي. وبيروح المهرج يقفل الباب المحل وبيرجع لصاحب المحل وبيطلب انه يشتري لعبة، وصاحب المحل بيقول له سعرها، فبيوطي علشان يطلع الفلوس. وقتها قعد يطلع سلسلة وشاكوش وازازة وساطور. ايه يا عم كله ده؟ وبعدين بيطلع المهرج الفلوس وبيحاول يحاسب صاحب المحل، لكن صاحب المحل بيقول له اخرج من هنا بدل ما اجي اضربك. يقوم المهرج ماسك الازازة كسرها على راسه وبيخلص عليه بالساطور وفصل دماغه نصين. وقتها كانت سينا بتحكي لصاحبتها ومش مصدقاها، وحكيت لها كمان عن الحلم. ولما بترجع البيت اخوها بيقول لها انا شايف المهرج في المدرسة، شفت البنت اللي معاه وان في حاجة هتحصل النهاردة. وفي الاخر بيقول لها خليكي في البيت النهاردة وما تخرجيش، بس بتقول له ما تخافش ما فيش حاجة هتحصل. لكنه بيقول لها ما تخافيش انت لما تسمع عن حالات قتل النهاردة وتبتدي الاطفال تروح البيوت علشان تاخدوا الحلاوة زي اي يوم هالوين. بس عند صاحبة سينا بيخبط عليها المهرج وبتفتكر لما خبطت فيه في المحل وبترفع تدي ليه حلويات لانه كبير على الكلام ده، وبتقفل الباب بس بيخبط على الباب جامد وبيطلب منها تاني. وساعتها بترمي الحلويات عليه عشان يمشي، بس بتشوف في الكيس بتاعه سكاكين ودم، فبتخاف وبتدخل البيت وبتقفل عليه وبتشوفه وهو ماشي. وفي الليل بتجهز سينا علشان تلبس وتطلع الاحتفال، وصاحبتها كمان بتكون بتجهز نفسها. بتسمع صوت تكسير فبتحب تشوف ايه اللي بيحصل، وبتلاقي الباب والازاز مكسور والمهرج في المطبخ قاعد يشرب وبتحاول تهرب منه، بس بيمسكها وبيقطع وشها بالمشرط، وبيمسك المقص بيقطع في شعرها وبيخرج بالجلد، وبدأ يقطع في جلدها كله وبيكسر عظمها خالص. وراح جاب كلور وملح ورش عليها وخلص عليها خالص. وسينا بتخرج علشان الاحتفال، وام صاحبتها ترجع البيت وبتشوف الباب مكسور
تطلع جري على أوضة بنتها وبتشوف المهرج قاعد يقطع في لحمها وياكل منه، وكانت كل ده ولسه عايشة. بيتها بتصرخ، وسينا وصاحبتها في الحفلة بيكونوا بيسألوا صاحبتهم اتأخرت ليه، وصاحبتها ردت قالت لها زمانها جاية. وقتها بيجي صاحبهم جيف وبيتعرف على سينا. وقتها عند بيت صاحبتها بيجي مجموعة أطفال عشان ياخدوا حلويات. بيخرج المهرب بدماغ إيلي وحاطط فيها الحلويات، والبنات كانوا مفكرين إنها هزار، وكانوا مفكرين كمان إن الدم ده موجود على الحلويات مزيف. وبيمشوا وهم مبسوطين وبيسلم عليهم وبيقعد يضحك. وفي البيت عند جون بيقول له تعالى نتفرج على فيلم ونسهر مع بعض، لكنه بيرفض. يوريها الكتاب اللي كان ابوه بيجمع فيه مقالات القتل اللي عملها المهرج وكل الضحايا بتاعته، وكان راسم رسمة البطلة هي اللي هتخلص عليه. بس امه بتقول له ابوك كان مختل ومش عارف هو بيعمل ايه، ومسكت الكتاب وقطعته. وقتها ابنها شتمها فضربته، راح خرج جري من البيت. وبتقعد الام لوحدها في البيت وبتحس بحركة في الجراج، فبتحب بتشوف العربية بتاعتها متبهدلة خالص، وبتتصل بسينا تعرفها اللي حصل. لكن سينا بتحاول تهديها، وبعدها الأم بدأت تنظف العربية. بس لما مسحت الإزاز بتشوف المهرج قاعد جوه العربية وبيطلع سلاح وبيفجر دماغها. وفي الحفلة بدأت سينا تشوف البنت المهرجة لحد ما ظهرت لها مرة واحدة وخضتها، ومكانش حد شايفها غيرها. وبيرجع جون البيت وهو خايف ويشوف أمه قاعدة على السفرة ودماغها متكسرة، والمهرج بيظهر والواد كان مصدوم وبيطلع جري وراه. ودخل اوضه اخته وشاف الخنجر وراح علشان يمسكه، بس المهرج جاب حقنه وحقنه بيها ومسك الخنجر من ايده. وهنا بنشوف سينا وصاحبتها بروك وجيف اخدوها بعربيتهم علشان يروحوها بعد اللي حصل في الحفله. هي وسينا في العربيه بيتصل اخوها بيها علشان تلحقه، بس المشكله ان اخوها بيكون متخدر واللي بتكلمها هي البنت الصغيره اللي بتقلد صوته. وبيكون المهرج واخد جون على الكرنفال القديم. البنت بتطلب منها تيجي هناك علشان تلحقه. على طول ردت سينا خلاص انا جايه. بس صاحبتها بتقول لها ده كذاب شكله بيهزر معاكي، لكن بتقول لها لا صوته كان فيه مشكلة لازم اروح. لكن جيب بيقول لها مش مشكلة نروح المكان مش بعيد. لما بيوصلوا بيلاقوا المكان مهجور واخوها مش موجود. وقتها صاحبتها بتقول لها من كام يوم في بنت ماتت هنا، وايه اللي جابوا المكان ده اصلا. وقتها سينا بتخاف على اخوها وبتروح تشوف هو فين. وجيب بيقول لصاحبتها انا لازم انزل معاها، بس صاحبتها بتقول له سيبها ده شكله عايز يخوفها ويهزر معاها، هو مختل كده من ساعة ما أبوه انتحر. وهنا بنشوف سينا هي وبتتصل بأخوها وبتقول له أنت فين؟ أنا مستنياك بره عند اللعبة. وكان صوته بيقطع وفصل. وبيبعت لها رسالة وبيقول لها إنه في بيت الرعب تيجي هناك. وعند يوم بيصحى بيلاقي حواليه دم مخيف، وبيشوف البنت الصغيرة وكانت وشها مشوه ومرعب. خاف وجري من المكان بسرعة. وبتروح سينا لبيت الرعب وبتنادى عليه. وعند جيف وصاحبتها بتتصل على سينا بس تليفونها بيكون مقفول. وصاحبها نزل الحمام. وقتها بتشوف كلام على أزرار العربية وصاحبة المهرج بيعمله بالسكينة وهو كان بيعمل حمام. وبتشوف المهرج وهو بيخلص عليه. وقتها كانت عايزة تهرب بس المهرج كسر إزاز العربية وخرجها، بس قدرت تضربه وهربت منه ودخلت تنادي على سينا. والمهرج كان ماشي وراها. سينا بتكون لسه في بيت الرعب وتدور على جون، وصاحبتها بروك بتصرخ بتنادى عليها وتسمع سينا. بس وقتها بتوصل لمكان غريب وبيكون المكان اللي المهرج بيقتل فيه ضحاياه وبيدخل عليها المهرج. هنا بنشوف سينا هي وبتاخد عصاية وبتترجاه انه يبعد عنها، بس بيرش عليها مية نار وبيحرق وشها. وبدأ يضرب فيها بالخشب ويكسر في عظمها وخلص عليها وطلع قلبها وكاله. وسينا بتوصل لنفس المكان وبتشوف صاحبتها وهي ميتة وشكلها بشع جدا. والمهرج كان واقف وبيقرب منها وبيبص لها. بس جون وصل هو كمان في المكان ده، وقامت ماسكة خشبة فيها مسمار وطلبت من أخوها يهرب. وطعنت المهرج بس مسكها وقعد يخبطها في الحيط والمرايات وضربته واغمى عليها. وخرج وسابها وراح يدور على جون اللي بيتخبى منه وبيسيب وبيمشي. وبيخرج جون وبيشوف باب خروج وبيخرج. وهو بيخرج بيقابل المهرج في وشه وبدأ يطعنه بمشرط. وجون بيعيط على الأرض بس سينا بتيجي من وراه وتضربه، وبعدها بتقوم ضرباه بالعصاية بتاعته على دماغه. وبتاخد اخوها وبتجري بس كانت انجرحت ومش قادرة تكمل. وقتها بتقول لاخوها انت معاك حق في كل اللي قلته، بس هو بيقول لها المهرج ده كان عايزك انت من الاول وجابني هنا علشان يستدرجك، انت الوحيدة اللي هتقدري توقفيه زي ما ابونا قال. بس بتقول له لازم نخرج من هنا. وهم في طريقهم بيعدوا على مكان فيه دم اشكالهم غريبة، وبتخلي اخوها يستناها وهي بتشوف المكان الاول. بس لما بتمشي بيظهر لها المهرج عند اخوها وبيمسكه وبيضربه بسلسلة حديد على ظهره. وسينا بترجع تجري لما بتسمع صوت أخوها. ضربت المهرب بس هو كمان ضربها بالسلسلة ومسكها ورماها. وراح على جون واحد يضرب فيه، وأخته راحت تدافع عنه وبدأت تنضرب مكانه ونزل عليها هما الاتنين ضرب عنيف. هو كان مستمتع جدا وهو هما بيتألموا. بس بعد الضرب ده كله هنا سينا بتقوي قلبها وبتقوم تمسك السلسلة وبتشده منها وبتقوم تجلده
وهي قعدت تجلد فيه بكل قوتها، وراحت جابت حديدة وطعنته في دماغه ووقع على الأرض، وكانت مفكرة إنه خلاص كده مات. وبيقوم وبيفضل يخنق فيها، بس جم بياخدوا المسدس اللي كان مع المهرج وضربه، وسينا أغمى عليها، وأخوها كان بيحاول يصحيها، بس وقتها بتقوم وبتشوف أمها قدامها وبتحضنها، بس بتسمع صوت أخوها وبيقول لها بعيد عنها، دي مش أمنا. وبتتحول وبتبقى المهرج وتمسك دماغها، وبتشوف كل اللي حصل لأمها وإزاي ماتت. ولما بتبص حواليها مش بتلاقي أخوها، قامت تدور عليه، ووقتها بتلاقي المهرج رميه على الأرض وهو واقف قدامه، وبتفكر إنه خلاص مات، وبتروح تضربه، بس المهرج بيخنقها. وقتها تفت عليه وقالت له عليك اللعنة، فسابها وزقها ووقعت في مكان تحت، بس بتكون لسه عايشة وبتحاول تقاوم، وبتشوف مكان لونه أحمر في الأرض، وبتقرب منه وبتسمع منه أصوات بتستغيث ودخان بيخرج منه، والمهرج بيظهر وبيطعنها بالخنجر، وبتقع في المكان الأحمر، وبيخرج المهرج يروح لجون، وبنشوف إن سينا محبوسة في صندوق إزاز مليان مية ومربوطة، وبتشوف قدامها الحلم اللي حلمته قبل كده، بس كان كل الناس ميتة وهي كانت بتحاول تخرج من المكان. ويكون المهرج بيصحي جون، وجون بيصحى بيلاقي المهرج قاعد ياكل في ايده، وكان هيهرب ينادي على اخته علشان تلحقه. وبنشوف ان الخنجر بدأ ينور، وهي رجعت تاني للحياة، وكانت هي كمان بتنور وقدرت تخرج تاني، واخدت الخنجر وطعنت المهرج بيه وقطعت دماغه من على جسمه خالص. وقتها بس مات، وما كانش هيموت غير بالخنجر ده. بس بعدها ظهرت البنت الصغيرة وراحت عندها ومسكت دماغها وكانت بتكلمها، وبدأت تبص عليها وأخدت الراس وخرجت من المكان. وبعدها بفترة بنشوف مستشفى الأمراض النفسية، وهناك بتكون واحدة بتنزف وبتكتب بالدم كلام على الحيطة، وبتكون هي فيكتوريا اللي نجت من المهرج في الجزء الأول، وبتكون حامل وبتكتب على الحيطة إن فيكتوريا والمهرج أحباب. وقتها واحد بس من اللي شغالين في المستشفى بتسمع صوت فيكتوريا وبتتكلم مع حد بتحبه، وساعتها بتشوف فيكتوريا ماسكة دماغ المهرج وقاعدة على الأرض وبتضحك. وبيخلص الفيلم. لو عجبك لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.